السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الصف الأول الثانوي، إن شاء الله مع بعضينا السنة دي هنحل الترم دوت كتاب الامتحان درس بدرس نحو بلاغة وأدب. إن شاء الله تابعونا فيديوهات درس بدرس وهنشرح سؤال سؤال وإزاي بيتحل طريقة السؤال ده. طيب نبدأ كده. أول درس عندنا هو الاستثناء. أول سؤال بيقول إيه؟ بيقول أكمل الجمل التالية بما يناسبها من بين البدائل التي تليها. نوقشت الموضوعات المطروحة على الساحة إلا موضوعان. أنا هنا أعمل إيه؟ أول حاجة لازم أعرفها، لازم أعرف نوع الأسلوب، حدد نوع الأسلوب. إحنا اتفقنا إن الأسلوب عندنا تم مثبت، تم منفي، ناقص منفي. تم مثبت يعني مش هلاقي أي أداة نفي. في أداة نفي هنا في الجملة؟ لا، مفيش نفي. هنا مفيش ايه؟ نفي. يبقى اوتوماتيك كده الاسلوب بتاعي هنا ايه؟ تام مثبت. طيب التام المثبت قلنا المستثنى بتاعه بيجي بعد الاداه، المستثنى دي بتيجي بعد الايه؟ الاداه. فين الاداه بتاعتي؟ الا. ادي دي الاداه. يبقى انا هنا عايز الايه؟ المستثنى. فالمستثنى هنا يعرب ايه؟ مستثنى حكمه واجب النصب، يعني منصوب. يبقى انا هنا بدور على الكلمه منصوبه. موضوعا دي منصوبه؟ لا، يبقى دي غلط، استبعد. دي منصوبه؟ لا، يبقى دي غلط. موضوعان ولا موضوعا؟ موضوعان هنا مرفوع بالالف لانه مثنى، يبقى ده غلط. يبقى انا الاجابه عندي جيم. السؤال الثاني بيقول ما حضر المؤتمر من العلماء الا حدد نوع الاسلوب. دي اول حاجه تيجي في دماغك، نوع الاسلوب ايه؟ في اداه نفي؟ قال لي ما حضر. ما حضر المؤتمر من العلماء. طيب يبقى هنا انا عندي اختيارين، يا اما تام منفي يا اما ناقص منفي. افرق ما بينهم ازاي؟ حاجه سهله بسيطه جدا هنعملها. هحذف ايدي على الاداه واللي بعدها كله واقرا الجمله الاولانيه. لو فهمت تام، اهو المنفي يبقى ايه؟ فهمت تام. ما فهمتش تبقى ناقص. تمام كده يا شباب؟ تاني، هعمل ايه عشان احدد نوع الاسلوب؟ اول حاجه هدور في اداه نفي ولا لا. مفيش اداه، يبقى تم مثبت. طب في اداه، في اداه، يبقى انا عندي النوع يا تم منفي يا ناقص منفي. طب احدده ازاي؟ قال لي شوف فين الاداه، الاداه الا، احذفها واللي بعدها كله وخليك في الجمله اللي قبلها واقراها. فهمت بقت تام منفي، ما فهمتش تبقى ناقص منفي. تعال كده نجرب. ادي الاداه الا هنشيلها كلها كده، فاقول ما حضر المؤتمر من العلماء. فهمت ايه؟ بيقول لي ما حضر المؤتمر من العلماء. اي مين اللي حضر؟ انا ما فهمتش. انا عرفت ان في علماء هنا ايه؟ من العلماء، في جر ومجرور. مين اللي حضر بقى منهم؟ او مين اللي ما حضرش منهم؟ يبقى انا كده ما فهمتش. يبقى هنا الاسلوب ناقص ايه؟ منفي. وطالما ناقص منفي بيعرب حسب موقعه في الجمله. يعرب حسب موقعه في الجمله. ليه؟ لانه ناقص منفي. طب اعرفه ازاي؟ قال لي حضرتك هتشيل الا وتشيل لا واعرب الجمله عادي. حضر المؤتمر من العلماء. مين اللي حضر؟ دي اجابتها الفاعل. طيب الفاعل مرفوع، هل دي مرفوعه؟ لا. هل دي مرفوعه؟ لا. هل دي مرفوعه؟ لا، دي عالمين الياء والنون، دي غلط. يبقى الاجابه عندي ايه؟ عالمان. بيقول ما كان امامنا من الفرص الا. برضو نفس الفكره. احدد نوع الاسلوب. عندي هنا ما اداه النفي. جميل، اداه النفي معايا وتمام وزي الفل. يبقى انا هنا يا تم منفي يا ناقص منفي. كان امامنا من الفرص. ايه كان امامنا من الفرص دي؟ كان امامنا ظرف، وانا عندي هنا كان، ونخلي بالنا دي كان. فكان هنا كده كده شغاله وهتعمل. احنا درسنا الترم اللي فات كان واخواتها، فهنا كان هتعمل. وقلنا كان لو جه بعدها ظرف او جر ومجرور فده الخبر شبه ايه؟ جمله. يبقى فين المبتدا؟
او اسمها هيبقى متأخر. يبقى اللي هنا دوت هيعرف حسب موقعه. طب حسب موقعه هنا هيبقى ايه؟ اسم كان. طب اسم كان مرفوع ولا منصوب؟ اسم كان مرفوع، كان بترفع اسمها وتنصب خبرها. طيب ده مرفوع؟ لا. ده مرفوع؟ لا. ده مرفوع؟ لا. يبقى جيم هي اللي ايه؟ مرفوعة. السؤال اللي بعد كده بيقول لم نجد أحدا من الحاضرين على قدر المسؤولية إلا. برضو عندي أداة نفي اللي هي لم. يبقى يا تام منفي يا ناقص منفي، دي بقى ثابتة معانا. طيب نشيل إلا واللي بعدها. لم نجد أحدا من الحاضرين على قدر المسؤولية. أنا هنا فهمت، ما لقيناش حد، ما لقيناش إحنا. لم نجد نحن أحدا، مفيش أي حد خلاص. أنا كده فهمت. طيب طالما فهمت يبقى تم منفي، والتم المنفي ليه كام إعراب يا شباب؟ إعرابين. يا إما هيتعرب بدل، يا هيتعرب مستثنى منصوب جوازا. لم نجد أحدا من الحاضرين، بدل أو مستثنى منصوب، دور على كلمة منصوبة. حد شاطر يقول لي أخواك، أقول له شاطر برافو عليك، لكن أنت وقعت. أنت وقعت ليه؟ لأن ده مثنى، والمثنى بيرفع بالألف فدي مرفوعة. طب أخيك اسمها خمسة، جرب الياء مش هتنفع. أخوك ولا أخاك؟ الأسماء الخمسة بترفع بإيه؟ الأسماء الخمسة بترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء. يبقى أنا عندي مين اللي منصوبة؟ أخاك، برافو عليكم، يبقى دي برضو كمان غلط. السؤال اللي بعد كده بيقول لم يعل قدر الوطن بين سائر الأمم إلا نقط الهمة. لم يعل قدر الوطن. أنا عندي أداة نفي، عندي أداة النفي، يبقى يا تم مثبت يا ناقص، يا تم منفي يا ناقص منفي. ده مش تم مثبت خالص. ليه؟ لأن موجود أداة النفي. طيب لم يعلي قدر الوطن، مين اللي هيعلي قدر الوطن بين سائر الأمم؟ أنا فهمتش حاجة هنا، يبقى ده ناقص منفي. قلنا ناقص منفي أعمل إيه؟ بحذف إلا وبحذف نفي. واعتبر الجملة معاك يعلي قدر الوطن بين سائر الأمم. تسأل جملة فعلية، اسأل بمن وماذا. مين؟ اللي عمل في الفاعل، وماذا يبقى مفعول به. مين اللي هيعلي قدر الوطن؟ مين؟ برافو عليكم، ذو، عشان هي اللي مرفوعه. طب ليه ما خدتش ذوي؟ عشان دي مجروره. ذوي برضو مجروره، اهلي برضو مجروره، يبقى الاجابه عندي ايه؟ ذو. طيب رقم 6 بيقول ما يتقاعس عن الوفاء بالتزاماته الا. في اداه نفي، في اداه نفي، يبقى تم منفي يا ناقص منفي. يتقاعس عن الوفاء بالتزاماته. ايوه مين بقى اللي هيتقاعس؟ انا مش فاهم، فده ناقص ايه؟ منفي. الاسلوب هنا ناقص منفي، وناقص منفي حسب موقعه. وبعرفه ازاي حسب موقعه؟ بحذف الا وبحذف ما، وادي الجمله يتقاعس. نسال بمن وماذا. مين اللي هيتقاعس؟ ذي التخاذل، ذا التخاذل، المتخاذلين ولا المتخاذلون؟ الكلمه هنا مرفوعه تبقى فاعل، والفاعل مرفوع. تعال نمشي معاها كده. هل دي مرفوعه؟ لا دي مجروره. ذا دي بالالف منصوبه، احنا لسه قايلين الاسماء الخمسه بتنصب بالالف. متخاذلين ده ياء ونون برضو مجروره او منصوبه. يبقى ما عنديش غير الاجابه ايه؟ متخاذلون. الجمله اللي بعدها بيقول لم اجد من الناس من يحرص على مصلحه الابناء الا. في اداه ايه؟ نفي. جميل برافو عليكم، خلاص كده بدانا ايه؟ نثبت. اداه نفي، تم منفي ناقص منفي. طيب اعرف ازاي؟ ايدي على الا واللي بعدها واقرا لم اجد من الناس من يحرص على مصلحه الابناء. فهمت ولا ما فهمتش؟ انا كده ايه؟ فهمت. يبقى تم ايه؟ منفي. انا ما لقيتش حد من الناس. لم اجد من الناس من يحرصون الا مين؟ اباءهم. فالكلمه هنا عندي جر. الهمزه لما تيجي على واو، الهمزات تاني، الهمزه لو جه بعدها ضمير بتتكتب بكام شكل؟ بتتكتب ب3، يا اما على واو يا اما على السطر يا اما على نبره. نركز فيها عشان مهمه جدا. الهمزه اهو، الهمزه المتطرفه
لو جه بعدها ضمير ترسم بكام شكل؟ 3. لو كانت مرفوعة تاخد على الواو، لو كانت منصوبة تبقى على السطر، لو كانت مجرورة تبقى على نبرة. طيب نشوف كده. نشوف كده بيقول ايه؟ لم أجد من الناس من يحرص على مصلحة الأبناء إلا أنا هنا فهمت. والتام المنفي قلنا ليه كام إعراب؟ 2، يا مستثنى منصوب يا بدل، والبدل بياخد إعراب الإيه؟ اللي قبله. طيب أنا عندي حاجة منصوبة فيهم؟ عندي آباء أهو، أهي الهمزة على الإيه؟ على السطر، فدي الإجابة الإيه؟ الصح. طيب يقول حدد مما يلي أركان أسلوب الاستثناء. حدد مما يلي أركان أسلوب الاستثناء. قال الإمام الشافعي: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. كل العداوات قد ترجى مودتها. هل أنا عندي هنا أداة نفي؟ أدي إلا هي الأداة دي أداة الاستثناء. هنا في أداة نفي؟ لا. يبقى الأسلوب هنا بالنسبة لي إيه؟ تام مثبت. خلاص أنا أشتغل على كده بقى. اللي بعد الأداة هو مين يا شباب؟ المستثنى. خلاص كده هلاقي الأداة اللي بعدها مستثنى، فهو عايز المستثنى، يبقى المستثنى عندي هنا كلمة مين؟ عداوة. طب المستثنى منه؟ العداوة دي جزء من إيه؟ العداوة دي جزء من إيه؟ من العدوات، جزء من الإيه؟ من كل العدوات اللي عندي. يبقى المستثنى منه كل الإيه؟ العدوات. أداة الاستثناء عندي خلاص عرفناها على طول، هي إيه؟ إلا. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول: قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ندور على أداة الاستثناء. فين أداة الاستثناء بتاعتي؟ إلا، دي الأداة. قلنا اللي بعدها على طول هو الإيه؟ المستثنى. يبقى المستثنى عندي كلمة إيه؟ رسول. المستثنى منه وما محمد. هو محمد ده إيه؟ هو ربنا عايز يقول محمد دوت رسول من الرسل الذي أرسلها. طب فين بقى الرسل اللي قبليها؟ مش رسول دي جزء من الرسل؟ في رسل قبليها؟ لا، ما فيش رسل قبليها. يبقى المستثنى منه هنا ايه؟ محذوف. طيب أداة الاستثناء إلا. خلاص احنا خلصناها. السؤال الثالث بيقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فين أداة الاستثناء يا شباب؟ إلا. إلا قلنا اللي بعدها على طول هو الإيه؟ المستثنى. خلاص يبقى أنا عرفت المستثنى. المستثنى فين؟ المكتوبة. عرفت الأداة. السؤال الثالث بيسأل على الأداة إلا. طيب المستثنى منه المكتوبة دي جزء من إيه؟ المكتوبة دي إيه اللي هي عبارة عن صلاة، صح؟ والصلاة دي إيه؟ من صلاة الإيه؟ المرء. صلاة الإيه؟ المرء. يبقى الإجابة هنا صلاة المرء. السؤال الرابع يقول: قال شوقي: قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. تعالى فين أداة؟ إلا. مستثنى ساعة، يبقى المستثنى بتاعي ساعة، الأداة إلا. المستثنى منه فين؟ الساعة دي جزء من مين؟ دي جزء من العمر. جزء من الإيه؟ من العمر. ما هو العمر ده ساعات، العمر ده إيه؟ ساعات. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: قال المتنبي: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. لكل داء دواء، يعني كل، الراجل بيقول إن كل مرض ليه علاج إلا الحماقة. تعبت من يداويها. تعبت من إيه؟ يداويها. أنا بدور على أداة الاستثناء. فين أداة الاستثناء بتاعتي؟ إلا. المستثنى فين؟ الحماقة. يبقى أنا كده عرفت الأداة إلا والمستثنى الحماقة. طيب الحماقة دي مش ده مرض؟ يبقى جزء من الإيه؟ من الداء. جزء من الإيه؟ من الداء. يبقى المستثنى منه هنا كلمة إيه؟ داء. اللي بعده السؤال الثالث
بيقول ميز فيما يلي نوع اسلوب الاستثناء من بين البدائل التي تليه. احنا اتفقنا طالما هحدد نوع الاسلوب يبقى لازم اعمل ايه؟ اول حاجه اشوف في اداه نفي ولا لا. لقيت اداه النفي يبقى الاسلوب عندي. ما لقيتش الاول، ما لقيتش اداه نفي، خلاص يبقى الاسلوب تام مثبت، خلاص خلصت. طب لقيت الاداه يبقى انا يا تام منفي يا ناقص منفي. اعرفه منين؟ قلنا نحذف الا واللي بعدها كله ونقرا الجمله. فهمت؟ تام. ما فهمتش؟ ناقص. يلا في اداه هنا بيقول لم يزد عن ارض مصر الا جيشها. في اداه، يبقى انا هنا الاسلوب عندي مفيش حاجه اسمها ناقص مثبت. دي اول حاجه استبعدها. ومش تام مثبت. يبقى انا هنا واقف في تام منفي ولا ناقص منفي؟ تعال نشيل الا واللي بعدها كده. الا جيشها الباسل. لم يزد عن ارض مصر. فهمت حاجه؟ لا انا ما فهمتش. يبقى ده ناقص منفي. طيب اللي بعدها لم ينل الطالبات التفوق الا المجتهدات. نفس الفكره ونفس الموضوع. هنعمل ايه؟ قلنا هنبص نشوف ندور في اداه نفي ولا لا. اداه النفي اهي لم. جميل. يبقى انا الاسلوب عندي هنا مش تام مثبت. تمام كده. ومفيش حاجه اسمها ناقص مثبت. انا يا تام منفي يا ناقص منفي. شيل الا واللي بعدها. لم ينل الطالبات التفوق. لم ينل الطالبات التفوق. انا عرفت ان الطالبات ما نالوش التفوق، فانا هنا فهمت. يبقى الاسلوب هنا تام ايه؟ منفي. السؤال اللي بعد كده بيقول نهض القوم بمسؤوليتهم الا الكسالى. نهض القوم بمسؤوليتهم الا الايه؟ الكسالى. طيب في اداه نفي. بص كده، في اداه نفي هنا؟ لا مفيش اداه نفي. يبقى انا من غير ما افكر كده ده تام ايه؟ مثبت. قال الفرزدق لا يكتم السر الا كل ذي شرف والسر عند كرام الناس مكتوب. في اداه نفي؟ لا يكتم. جميل. في اداه. يبقى ده مش تام مثبت. ومفيش حاجه اسمها ناقص مثبت. تعال نشيل الا واللي بعدها. لا يكتم السر. مين اللي هيكتم السر؟ انا مش عارف. يبقى انا كده ما فهمتش. طالما ما فهمتش تبقى ناقص منفي. قال تعالى فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك. هو فين اسلوب الاستثناء؟ اسلوب الاستثناء اهو. لا يلتفت منكم احد الا امراتك. ادي الاداه، ادي المستثنى. في اداه نفي؟ عندي اداه نفي. لا. يبقى ده مش تام مثبت ومفيش حاجه اسمها ناقص مثبت. لان الاسلوب عندي 3 انواع. الاسلوب عندي 3 انواع. خلاص كده يا شباب؟ طيب لا يلتفت منكم احد. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت. امر ربنا ان ما حدش يبص وراه. خلاص انا فهمت. يبقى ده تام ايه؟ منفي. طيب السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول هل قابلت المدعوين الا 3؟ قلنا هنا في فخ في ايه؟ انا هنا تقول لي احنا اتفقنا ان احنا عشان نشوف الاسلوب لازم ادور على اداه نفي. هل اداه النفي هنا موجوده؟ عندي هل. نركز قوي. هل والهمزه وليس الثلاثه بيتعاملوا معامله النفي. الثلاثه بيعاملوا معامله النفي. يبقى هنا ده منفي. تمام. مفيش حاجه اسمها ناقص ايه؟ مثبت. يبقى تم منفي او ناقص منفي. تشيل الا كده. هل قابلت المدعوين؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ انا فهمت. يبقى ده تم ايه؟ منفي. يأبى الله تعالى الا ان يتم نوره. يأبى يعني يرفض، يعني لا. هتقول لي ما هو ما فيش يا مستر هنا اداه ايه؟ اداه نفي. اقول لك ما هو يأبى يرفض. لا بمعنى لا. يبقى هنا ده منفي. ده ايه؟ منفي. طيب يأبى الله. يأبى الله ايه؟ حد فيهم حاجه؟ لا احنا عرفنا ربنا بيرفض، بس بيرفض ايه؟ ماذا يرفض؟ انا مش فاهم. يبقى ده ناقص منفي. السؤال اللي بعد كده بيقول ميز فيما يلي الاعراب الصحيح لما فوق الخط. لازم عشان اعرب لازم اعرف نوع الاسلوب. نوع الاسلوب عندي يلا يا شباب. تم مثبت مستثنى منصوب. تم منفي يا مستثنى يا بدل. ناقص منفي حسب موقعه في الجمله. يبقى احنا ماشيين ده في دماغنا في الاساس. لم يكن العلم الا سلاح الامه.
لم يكن العلم إلا سلاح الأمة. لم أداة نفي، شيل إلا كده واللي بعدها. لم يكن العلم، فهمت حاجة؟ لا. يبقى الأسلوب هنا إيه؟ ناقص منفي. وطالما ناقص منفي هعمل إيه؟ هحذف النفي واحذف الاستثناء، يعني احذف إلا واحذف لم. أصبحت الجملة عندي إيه؟ يكن العلم سلاح. العلم سلاح، مبتدأ وخبر، بس في كان. يبقى سلاح هنا خبر إيه؟ كان، يبقى خبر تكن منصوب. إن أبناء الوطن ناهضون به إلا الضعفاء. إن أبناء الوطن ناهضون به إلا الضعفاء. هل في هنا أداة نفي؟ لا. يبقى الأسلوب ده بالنسبة لي تام مثبت، وطالما تام مثبت يبقى بيعرب على طول إيه؟ مستثنى منصوب. لم يحمي مصر من أطماع الغزاة إلا أبناؤها الغر. لم يحمي مصر، أدي الأداة، يبقى هنا في نفي فمنفي. طيب هل هو ناقص ولا لا؟ تعال نشوف اللي قبلها كده. لم يحمي مصر من اطماع الغزاة. مين اللي هيحميها؟ مين اللي هيمنح مصر؟ مين اللي هيمنح مصر هنا؟ انا مش عارف مين اللي هيحميها، يبقى انا كده ما فهمتش، يبقى ده ناقص منفي. وقلنا ناقص منفي يعني يعرب حسب موقعه في الجمله. شيل الا، شيل لم. يحمي مصر من اطماع الغزاة، مين اللي هيحميها؟ ابناؤها. يبقى دي فاعل مرفوع علامه رفعه الايه؟ الضمه. وخد بالك اهوت حطها على واو، حط الهمزه على واو، فالهمزه على الواو هنا يعني مرفوعه. لم يشترك الطلاب في المسابقه الا اثنين. في برضه اداه نفي، فالاسلوب عندي منفي. لازم كده احدد نوع الاسلوب عشان اعرف اعرب. شيل الا. لم يشترك الطلاب في المسابقه. انا فهمت ان مفيش، الطلاب ما اشتركوش ايه في المسابقه. مين اللي هيشترك؟ الطلاب. ماذا يشتركوا؟ مفيش، خلاص هما ايه. يبقى هنا بالنسبه لي طالما انا فهمت يبقى تام منفي. والتام المنفي قلنا ليه كام اعراب؟ اعرابين، يا مستثنى يا بدل. يعني نعت ده لا، ومفعول به لا. طيب مين اللي هيشترك؟ الطلاب في المسابقه. طيب لو انا قلت بدل، لو قلت بدل، البدل ده عايد على مين؟ على الطلاب، والطلاب هنا فاعل، فلازم يكون البدل مرفوع. يبقى دي مش ايه؟ مش بدل، لان البدل هنا مدولي منصوب. يبقى الاجابه عندي مستثنى منصوب. طيب بيقول كل كل ولد يعين والده عند كبره الا العاق. هل في هنا اداه نفي؟ لا. يبقى الاسلوب هنا ايه؟ تام مثبت. وقلنا طالما تام مثبت مستثنى منصوب من غير ما افكر. السؤال الخامس بيقول بين سبب نصب ما تحته خط في الامثله التاليه. تمر بي السنون وما ازداد الا تقديرا لمعلمي، وما ازداد الا تقديرا لمعلمي. بصوا كده في فصل اهي، يعني الجمله دي الاولانيه انا ماليش دعوه بيها لان ما فيهاش استثناء. يبقى جمله الاستثناء عندي هي مين؟ وما ازداد الا تقديرا. في نفي، في اداه النفي هي ما، يبقى ده منفي. طب شيل الا كده واللي بعدها وما ازداد، فهمت حاجه؟ لا. يبقى ناقص منفي. وطالما ناقص منفي يبقى يعرف حسب موقعه في الجمله. شيل ما، شيل الا. ازداد، ازداد وطاب وحسن وقبح، كل دي افعال احنا كنا واخدينها قبل كده ان بيجي بعدها على طول ايه؟ تمييز. ازداد انا تقديرا، يبقى تمييز منصوب. تمييز ايه؟ منصوب. يبقى عندي كده ده تمييز ايه؟ منصوب. يبقى السؤال اللي بعده بيقول لا تنشر الأخبار بين الناس إلا موقنا من صحتها. لا تنشر الأخبار بين الناس إلا موقنا من صحتها. عندي أداة نفي، عندي أداة نفي، أسلوب منفي. حلو، شيل إلا واللي بعدها. شيل كده، احذف. لا تنشر الأخبار بين الناس. ما تنشرش الأخبار بين الناس. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت إن أنا ما انشرش غير الأخبار. تمام كده، ما انشرش الأخبار بين الناس. طيب يبقى ده ايه؟ تام. طيب التام دوت قلنا ايه؟ يا بدل يا مستثنى. يعني حل لا، مفعول به تاني لا، مفعول لاجله لا، يبقى ده مستثنى.
طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لست حافظا إلا قدر من يدعو إلى الإصلاح. خلينا فاكرين احنا من شوية قلنا في كلمات بتيجي الاستفهام بيتعامل معاملة النفي، وليس بتعامل معاملة النفي لكن مش بحذفها. لو الأسلوب جه ناقص منفي ما بحذفهاش. ليه؟ لأن ليس من أخوات كان، فهيجي بعدها اسمها وخبرها، فمش هينفع أحذفها، أحذف إلا بس. فبيقول لست حافظا. لست فين اسمها؟ هنا منفي. فهمت ولا ما فهمتش؟ لست حافظا، انا مش حافظ. تمام، خلاص انا فهمت. خلاص يبقى تاني. طيب شيل الا كده. قلنا التمن ايه؟ منفي، يا اما هيعرب مستثنى يا اما يعرب ايه؟ بدل. يبقى قدر دي يا مستثنى يا بدل، يعني مفعول به غلط وتمييز غلط، ومش خبر ليس، لان خبر ليس اهو انا حافظا. يبقى دي تعرب ايه؟ مستثنى. لم تيسر الحكومة على المستثمرين إلا دعما للاقتصاد. تيسر، مين اللي هتيسر؟ الحكومة. خلاص الحكومة بتيسر، في أداة نفي؟ في أداة نفي، يبقى هنا إيه؟ منفي. لم تيسر الحكومة على المستثمرين. خلاص أنا فهمت. طالما فهمت يبقى عندي إيه؟ مستثنى، ولا هتبقى مفعول لاجله؟ هل انا فهمت ولا ما فهمتش؟ عشان في شباب بتقول هنفهم وفي شباب هتقول ما نفهمش. ركز في الجمله. لم تيسر الحكومه على المستثمرين الا دعما للاقتصاد. شيل الا دعما للاقتصاد دي. لم تيسر الحكومه، لم تيسر الحكومه على المستثمرين. الحكومه ما يسرتش على المستثمرين. ليه ما يسرتش عليهم؟ نركز بقى كده. ليه ما يسرتش عليهم؟ ما يسرتش عليهم ايه؟ ما يسرتش عليهم فلوس، اراضي، كهرباء، غاز. ما يسرتش عليهم ايه؟ ولا سابتهم كده؟ انا كده ما فهمتش. يبقى برافو عليك اللي قال انا ما فهمتش، ده برافو عليك. طيب طالما انت ما فهمتش يبقى ده ايه؟ ناقص منفي، والناقص المنفي قلنا بيعرب ايه؟ حسب موقعه. يعني ايه حسب موقعه؟ يعني هتروح تحذف لي الا وتحذف لي لم وتسأل اي فعل بالنسبه لي هسأله بكام اداه؟ من اجابتها بتبقى فاعل، ماذا اجابتها مفعول به، لماذا مفعول لاجله، كيف حال. طيب مين اللي هتيسر؟ الحكومة. ماذا تيسر؟ تيسر الأعمال، مش تفرق معايا. لماذا تيسر الحكومة على المستثمرين؟ الحكومة بتاعتنا لما بتيجي تفتح باب الاستثمار كده بتعمل تيسيرات وتسهيلات. ليه؟ ليه بتيسر لهم الكلام دوت؟ دعما للاقتصاد، فده مفعول لإيه؟ لأجله. ليه اللي هي لماذا؟ لماذا تيسر الحكومة على المستثمرين؟ دعما للاقتصاد. طيب السؤال اللي بعد بيقول قال الشاعر وليس الغني إلا غني، زين الفتى عشية يقري أو غداة ينيل. فين الأداة عندي؟ إلا، فالأسلوب بتاعي أهو ده أسلوب الاستثناء. أدي الأداة إلا وأدي المستثنى، يبقى هو هنا عايز إعراب الإيه؟ المستثنى. طيب إحنا قلنا في ليس، يبقى هنا في نفي، يبقى ده منفي. طيب شيل إلا واللي بعدها ليس الغني. حد فهم حاجة؟ لا ما فهمناش والله، يبقى ده ناقص منفي، وطالما ناقص منفي يبقى يعرب حسب موقعه في الجمله. يلا نشيل الا. طب ينفع اشيل ليس؟ قلنا لا، ليس ما تتشالش. ليس ما تتشالش. ليه؟ لان ليس يجي بعدها اسمها وخبرها. الغني اسم ليس، وغني خبر ايه؟ ليس. لست ارى العلوم الا مصابيحا للهدايه. ادي برضو ليس يعني منفي. تعال نشيل كده. لست ارى العلوم. انا ارى العلوم. أرى العلوم إيه؟ لست أرى العلوم. لست أرى العلوم إيه؟
يلا كده نفكر. هو احنا مش خدنا يا شباب الفعل أرى؟ خدناه وقلنا أرى بتنصب مفعول وتنصب مفعولين. تنصب مفعول امتى؟ مفعول واحد بس، لما تكون رؤية بصرية. هو أنا بشوف العلم؟ لا، العلم ما بيتشافش، يبقى دي رؤية قلبية. يبقى دي من الأفعال التي تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر. أصلهما المبتدأ والخبر. لست أرى العلوم، أنا ما فهمتش، فده بالنسبة لي ناقص. طيب تعال نشيل إلا. مين اللي ليس؟ لست أنا، يبقى ده اسمها. أرى العلوم ده خبر ليس وخبر جملة فعلية. أرى العلوم، أرى أنا، العلوم مفعول به أول، ومصابيح مفعول به إيه؟ ثاني. والعبر عن المعاني الآتية. عبر عن المعاني الآتية بأسلوب استثناء مناسب من بين البدائل المعطاة. عايزك هنا تفهم كويس قوي هو عايز يقول إيه وتحطه في أسلوب استثناء. بيقول لك تقدم جميع الطلاب وتأخر الطالب الكسول. يعني عايز يقول لك كل الطلاب تقدموا، والطالب الكسول بس اللي ما تقدمش. كله تقدم ما عدا الطالب الكسول. طيب تعال كده نشوف. بيقول ما تقدم الا جميع الطلاب. لا، مش هينفع. ما تقدم الا جميع، لا، معنى كده ان كل الطلاب والطالب الكسول ما تقدموش؟ لا. تقدم جميع الطلاب، تقدم جميع الطلاب الا الطالب الكسول. ايوه، هنا احنا صح. هي دي الاجابه اللي صح. طيب اللي بعديها بيقول قرأت جميع بحوث زملائي ولم أقرأ بحثا. يعني هو عايز يقول لك أنا قريت كل البحوث ما عدا درس واحد أو ما عدا بحث واحد. يبقى قرأت جميع بحوث زملائي إلا بحثا. تمام. أسرار العلم كثيرة واكتشف العلم النزر اليسير منها. أسرار العلم كتيرة. طيب والعلم اكتشف إيه؟ جزء قليل منها. يبقى الأسرار كتيرة، يبقى لم يكتشف إلا الكثير من العلم؟ لا. ما اكتشف من أسرار العلم إلا النزر اليسير؟ تمشي. طب تعال نكمل. لم يكتشف إلا الكثير من النزر؟ لا. اكتشف الكثير من أسرار العلم؟ لا برضه. يبقى الإجابة باء. ميز الصورة الصحيحة لأسلوب الاستثناء مما يلي. ما حضر الأدباء إلا أديب. عايز صورة صحيحة لأسلوب الاستثناء. ما حضر الأدباء إلا أديب. تعالى نمشي واحدة واحدة. في نفي. تمام. ما حضر الأدباء، فهمت. خلاص كده يبقى ده تام منفي. اللي بعديه ما حضر من الأدباء إلا أديبا. في نفي. طب شيل إلا. ما حضر من الأدباء، فهمت حاجة؟ لا، ناقص منفي. حضر الأدباء إلا أديب، تم مثبت. طب ليه أنا بعمل كده؟ ما احنا قلنا لازم أحدد نوع الأسلوب يا شباب. حدد نوع الأسلوب عشان هو اللي هيطلع لك الدنيا صح. طيب ما حضر إلا أديبا، أدي نفي، يبقى ناقص منفي. طيب تعال نشوف كده. ناقص منفي قلنا بيعرب إيه؟ حسب موقعه. طيب برضو حسب موقعه. طيب أنا لو شلت إلا وسألت مين اللي حضر أديب، يعني المفروض دي فاعل. هل دي فاعل؟ لا، يبقى الإجابة دي غلط. طب هنا حضر، مين اللي حضر أديب؟ برضو فاعل، يبقى دي غلط. نروح هناك. حضر الأدباء، ده تم مثبت، يعني بعد الأداة يعرب إيه؟ مستثنى منصوب. هل الكلمة هنا منصوبة؟ لا، يبقى دي غلط. يبقى الإجابة عندي رقم ألف. السؤال اللي بعد كده بيقول ميز الجملة التي ورد بها أسلوب استثناء ناقص منفي. ناقص منفي. طيب هنا في أداة نفي؟ لا، ده تم مثبت. هنا في نفي؟ هل هنا في نفي؟ حد هيقول لي في ما. طب ما تقرا كده الجملة وافهم. بيقول لك ما اقتنيته. ما هنا اسم موصول، الذي اقتنيته دي مش أداة نفي. ما اقتنيته من كتب استفدت منه إلا القليل، فده برضو تام مثبت، فده غلط. ما يعرف حق الصداقة من الناس إلا الأوفياء، لا ينزع الضغينة شيء إلا العفو.
نركز بقى كده. ما يعرف أو لا ينزع، احنا عايزين ناقص منفي، تعال نشيل كده. لا ينزع الضغينة شيء. ها، لا ينزع الضغينة شيء. فهمت ولا ما فهمتش؟ هتقول لي انا فهمت ان مفيش حاجة تنزع الايه؟ الضغينة. طيب ما يعرف حق الصداقة من الناس، مين اللي هيعرف حق الصداقة؟ الأوفياء. ده اللي ناقص ايه؟ منفي، لأن ده تام منفي. أنا فوق فهمت، هنا لما شلت دي عملت ايه؟ قريت لا ينزع الضغينة شيء، خلاص أنا فهمت، فده تام منفي. يبقى دي غلط، يبقى الإجابة اللي عندي إجابة رقم كام؟ ده اللي هي اللي صح. ميز الجملة التي تحتوي على مستثنى يجوز فيه الوجهان. ايه المستثنى اللي بيجوز فيه الوجهين؟ ها، برافو عليكم، التام الايه؟ المنفي، اللي هو جواز الايه؟ النصب على الاستثناء، وانه يعرب بدل. ها، تعالى بقى نشوف كده. ما تغيب عن حضور الحفل، ادي منفي. ما شيل الا واللي بعدها كده، ما تغيب عن حضور الحفل، مين اللي تغيب؟ ده ناقص، ان انا ما فهمتش. طيب ما يريده الطفل مقبول الا الدار، ما يريده هل هنا اداه نفي ولا اسم موصول؟ تعال نشيلها كده ونحط الذي يريده الطفل مقبول. لا دي تم ايه؟ مثبت. ما يجحد بفضل الله من الناس الا الناقمون. ادي اداه النفي، شيل الا. ما يجحد بفضل الله، مين اللي هيجحد بفضل الله؟ انا ما فهمتش، يبقى دي ناقص منفي. طيب ما كوفئ احد، ما كوفئ احد، فهمت ولا ما فهمتش؟ انا فهمت ان مفيش حد كافئ. يبقى ده تام منفي. يبقى كلمة أهل هنا يجوز فيها الإيه؟ الوجهان، فدي الإجابة اللي إيه؟ الصحيحة. يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط، لأن أنا محتاج يجوز فيه الوجهان اللي هو التام الإيه؟ المنفي. حدد المستثنى والمستثنى منه على الترتيب في البيت التالي. بيقول إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب. إذا الخل فين إلا؟ أدي إلا، يبقى ده المستثنى. خلاص كده؟ طيب إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة. إذا الخل لم يهجرك إلا إيه؟ ملالة. يلا. طب هل عندي حاجة اسمها ملالة؟ مفيش، يبقى أنا كده الجزء ده أنا مش محتاجه. هنروح للجزء الثاني. فليس له إلا الفراق عتاب. أدي إلا. فين المستثنى؟ الفراق. ليس الفراق له. يبقى عتاب هنا غلط وعتاب هنا ايه؟ غلط. هنمشيها جزء جزء. هو عايز المستثنى في الاول على الترتيب، فاحنا عرفنا ان المستثنى هنا كلمه الايه؟ الفراق، يبقى الاثنين دول غلط. يبقى الفراق هو الفراق عتاب، احنا قلنا المستثنى منه هيجي ايه؟ قبله. فهنا ايه؟ محذوف. طيب السؤال الاخير بيقول ميز المحل الاعرابي للاسم الموصول في البيت التالي. هل المروءة إلا ما تقوم به من الذمام وحفظ الجار إن عتب؟ هل قلنا هل بتعامل معاملة ليه؟ النفي. هشيل إلا واللي بعدها. هل المروءة فهمت حاجة؟ والله ما فهمت حاجة. لو أنت فهمت قول لي، بس أنا ما فهمتش. قول لي هل المروءة مالها بقى المروءة؟ أنا ما فهمتش حاجة، يبقى ده ناقص منفي. يبقى الأسلوب هنا إيه؟ ناقص منفي. طيب المروءة قلنا نشيل ده ونشيل ده. المروءة مالها؟ الما تقوم به، هو ده الاسم الايه؟ الموصول. المروءة التي تقوم به او الذي تقوم ايه؟ به. يبقى دي اسم موصول. الاسماء الموصولة ايه؟ مبنية. يبقى هنا الاسم الموصول في محل ايه؟ رفع خبر. ده مبتدأ، اسم في اول الجملة يعرب ايه؟ مبتدأ. المروءة مالها؟ يديك الخبر على طول. بعد كده عندي الأسئلة عن المستثنى بغير وإيه؟ وسوى. بيقول املأ الفراغ في الجمل التالية بما يناسبها من بين البدائل.
نخلي بالنا يا شباب ان غير وسوى دايما اللي بعدهم يعرب مضاف اليه. دي معلومه في دماغك كده، غير وسوى اللي بعدهم مضاف اليه. طيب المعلومه الثانيه اللي برضو تكون في دماغي قبل ما احل وبعد ما ذاكرت الدرس، ان غير بتعرب بحركات ظاهره انما سوى بحركات مقدره. طيب الحاجه الثالثه اللي خلي بالي منها ان دايما كده غير وسوى دول حراميه بياخدوا اعراب المستثنى اللي بعدهم. حراميه بتسرق اعراب المستثنى اللي بعدهم. خلاص، خليك بقى فاكر غير وسوى ايه؟ حراميه هياخدوا اعراب اللي بعدهم. فانا لما اجي احل اعتبر ان في الا مكان غير وسوى، واعرب المستثنى عادي زي ما اتفقنا وزي ما حلينا فوق وزي ما الدنيا تمام. بعد كده احط غير اديها اعراب المستثنى واللي بعدها يبقى مضاف اليه. طيب يرقى ابناء الوطن، نوع الاسلوب تام مثبت. طيب انا لو في هنا الا، لو شلت غير دي وحطيت مكانها الا يبقى الكلمه دي هتتعرب ايه؟ مستثنى منصوب. طب ما هي غير بتاخد المستثنى، يبقى اللي بعد غير هيعرب ايه؟ مضاف اليه. الكسول دي مضاف؟ لا. دي مضاف؟ لا، المضاف مجرور، ما عنديش غير الكسول. لم يحصل على الدرجة النهائية في الاختبار سوى. ها قلنا اللي بعد سوى بيجي بعدها ايه؟ مضاف اليه، ما انساهاش. هل دي مرفوعة؟ لا. دي مرفوعة، دي منصوبة، ما عنديش غير طالبين. لم يحضر الحفل من الناس سوى. ها قلنا سوى اللي بعدها مضاف إليه مجرور. طيب وطالما مجرور قلنا الهمزة، الهمزات بتتكتب على كام شكل؟ 3. أنا عايزها إيه؟ مجرورة، يبقى مجرورة تتاخد على نبرة. ها دي منصوبة غلط، دي مرفوعة غلط، دي مجرورة. طب حد هيقول لي طب ما هي صديقاي بالياء. حبيبي صديقاي مثنى، صديقاي مثنى، صديقاي دي اصلها ايه؟ صديقان، واحط لها الياء المتكلم. واحنا واخدين قاعدة من زمان بتقول ايه؟ تحذف نون المثنى ونون جمع المذكر عند الإضافة. برافو عليكم. طب ما انا هنا ضفت الياء المتكلم فحذف النون، فالكلمة هنا اصلها صديقان، فدي مرفوعة، يبقى دي غلط. يبقى انا الإجابة ايه؟ أصدقائنا. لم يكافأ أحد من الطلاب غير. قلنا اللي بعد غير بيعرب مضاف إليه. أخوك مرفوعة. أسماء الخمسة بترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. أخواك تقول لي دول مثنى، ما هي دي اصلها أخوان وبعدها الكاف، فدي غلط. أخيك ولا أخاك؟ لا ده منصوب، دي مجرورة لأنها بتجر بالإيه؟ بالياء. لم يساندني من الأصدقاء سوى. قلنا بعد سوى مضاف إليه. ذو الاتنين واو مرفوعة، ده الجمع. ذوى مرفوعة، ده المثنى. ذو مرفوعة، ما عنديش غير ذوي المحبة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ميز فيما يلي أركان أسلوب الاستثناء. أركان أسلوب الاستثناء ولا أسلوب الاستثناء؟ أسلوب الاستثناء بيتكون من إيه؟ إحنا قلنا بيتكون من المستثنى، منه الأداة، وبيجي بعد الأداة على طول الإيه؟ المستثنى. طيب بيقول لا تنشد الأمم الواعية غير العلاقات الطيبة. إحنا اتفقنا إن غير هي الإيه؟ الأداة. هي الإيه؟ الأداة. طيب وقلنا اللي بعدها هو الإيه؟ المستثنى. يبقى أنا عندي المستثنى العلاقات، عندي الأداة غير. طيب العلاقات دي جزء من الأمة؟ ولا لازم قلنا العلاقة دي لازم تكون جزء من علاقات قبليها، أو العلاقات دي جزء من حاجة قبليها؟ لازم تكون جزء من حاجة قبليها. طب هل هنا مفيش حاجة قبليها؟ يبقى هنا إيه؟ محذوف. المستثنى منه هنا إيه؟ محذوف. بيقول إني لأحترم زملائي سوى الساعين بالنميمة. فين الأداة يا شباب؟ سوى. اللي بعدها بيعرب مستثنى، يبقى أداة الاستثناء سوى، المستثنى الساعي.
بقول إني لأحترم زملائي، أنا بحترم زملائي. سوى الساعي بالنميمة، هو الساعي ده جزء من مين؟ ها، جزء من مين؟ جزء من الزملاء. خلاص كده؟ يبقى المستثنى منه كلمة إيه؟ زملائي. طيب، بيقول لا يعجبني من المجلات غير النافع منها. لا يعجبني من المجلات غير النافع. فين الأداة؟ غير. قلنا الكلمة اللي بعدها هي المستثنى. يبقى فين الأداة؟ غير. ها، فين المستثنى؟ النافع. ها، المستثنى منه فين؟ النافع ده جزء من مين؟ من المجلات. طيب، ميز النوع الصحيح لأسلوب الاستثناء فيما يلي. سألتك ألا تسأل الناس عن حاجة سوى عفوه ما دمت ترجى وتسأل. تعال نشوف فين الأداة عشان أقدر أحدد الأسلوب. الأداة عندي سوى. يبقى أنا هنا كده سألتك عدم سؤال الناس، ألا تسأل الناس، ما تسألش. يبقى في نفي ولا ما فيش؟ في نفي ولا ما فيش؟ في نفي. يعني ناقص مثبت؟ لأ. يعني تم مثبت؟ لأ. يبقى أنا يا تم منفي يا ناقص منفي. لا تسأل الناس حاجة. لا تسأل أنت الناس حاجة، فهمت؟ يبقى ده تام منفي. تم إيه؟ منفي. السؤال اللي بعد كده بيقول قال الشاعر ما لي وإياك غير الله من سندي وفاز من يتخذ رب الورى سندا. فين الأداة؟ غير. برافو عليكم. ما لي وإياك. مالي. ما لي. مش مالي نفي. يبقى الأسلوب هنا إيه؟ تام مثبت؟ لا. ناقص مثبت؟ احنا ما عندناش حاجة اسمها ناقص مثبت. عندناش حاجة اسمها ناقص مثبت. نرجع تاني يا شباب. بيقول ما لي وإياك غير الله من سند وفاز من يتخذ رب الورى سندا. مالي. ماليش. في نفي؟ في نفي أهو. هنا في إيه؟ نفي. طيب، يبقى مش تام مثبت ولا ناقص مثبت. مالي وإياك غير الله. مالي وإياك أنت. إياك هنا إيه؟ قلنا ده ضمير النصب الوحيد، ده بيعرب مفعول إيه؟ به. غير الله. إحنا في نفي. مالي وإياك. أيوه، أنا فهمت إيه؟ أنا مالي وإياك. ملناش. ملناش إيه؟ أنا ما فهمتش. يبقى هنا إيه؟ ناقص منفي. قال الشاعر ولي أمل وحيد ولست أثني على شيء سواه وهو سؤلي. فين الأداة؟ نركز بقى كده. ولي أمل وحيد ولست أثني على شيء سواه. أدي الأداة. طيب، نبص كده على الأداة. لست. هنا في نفي. طيب، نشيل كده اللي قبلها. لست أثني على شيء. أنا ما بثنيش على شيء، فأنا فهمت. يبقى ده تم إيه؟ منفي. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فين الأداة؟ غير. برافو عليكم. اللي قبلها ما لبثوا. ما لبثوا إيه؟ مين اللي لبث؟ هم ماذا لبثوا؟ فهمت حاجة؟ لا، أنا ما فهمتش. يبقى ده ناقص منفي. كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الحساد. كل المصائب قد تمر على الفتى. ما فيش أداة. فتهون غير. تهون. مين اللي هتهون؟ هي. تهون ايه؟ مين اللي هتهون اصلا؟ انا مش فاهم. ولا في اداه هنا؟ مفيش اداه. يبقى ده مش ناقص ومش منفي. يبقى ده تم ايه؟ مثبت. ميز الاعراب الصحيح لما فوق الخط. قال الشاعر وما لي ذنب غير سمعي. ما لي ذنب. ادي نفي. ماليش ذنب. ما لي ذنب. ماليش. ما لي ذنب. طيب، ده جر وايه؟ ومجرور.
مم. يبقى ده مبتدأ. مالي ذنب، ما هو جر ومجرور ده يبقى ايه؟ خبر شبه ايه؟ جملة، وده مبتدأ مؤخر. طيب ادي الجملة الاسمية مالي ذنب وانا فهمت، فهي تام، والتام هيعرب يا اما مستثنى يا اما بدل، يعني نعت لا ومبتدأ لا. طيب البدل المفروض ياخد ايه؟ اعراب اللي قبله. طب اللي قبله مرفوع، يبقى ما ينفعش اقول بدل مجرور، يبقى ده اسم منصوب على الايه؟ على الاستثناء. والما اثمرت جهود الدول في الدعوه للسلام سوى الجهد. قال لي اعراب سوى، عشان اعرب سوى قلنا هنعمل ايه؟ هنحط نشيل سوى او غير ونحط مكانها الا. ادي الا، وتعامل مع الموضوع خالص. ما اثمرت في نفي؟ في نفي، يبقى الاسلوب هنا منفي. طب تم بقى ولا ناقص؟ اتفقنا ان احنا هنشيل الا واللي ايه؟ واللي بعد الشيل سوى كلها كده. ما اثمرت جهود الدول في الدعوه للسلام. انا فهمت، يبقى تاني. ما اثمرتش جهود الدول في الدعوه للسلام. وطالما تم منفي يبقى عندي كام اختيار؟ 2. برافو عليكم، يا بدل يا مستثنى اللي هو اسم منصوب على الاستثناء، يعني مفعول به لا. طيب الجهد ده جزء من ايه؟ من الجهود. ما انا لازم اعرب المستثنى منه عشان لو هعربه بدل. مين اللي اثمرت الجهود؟ فهنا ده مرفوع، فده بدل منصوب؟ لا. بدل مرفوع بضمه مقدره؟ صح. طيب ليه ما قلتش اسم منصوب على الاستثناء بفتحه ظاهره؟ عشان كلمه ظاهره سواء ما بتاخدش غير فتحه مقدره، يبقى ده غلط. طب لو جايب ليه مقدره تبقى صح. ولم يشارك احد من الطلاب في المعرض سوى. تعال، لم ادي منفي. تم ولا مثبت؟ لم يشارك احد من الطلاب في المعرض، انا فهمت كده ان مفيش حد شارك، فده تاني. طالما تم هيعرب مستثنى يا بدل، يعني مبتدأ شكرا مفعول به شكرا. طيب المجتهدين دول جزء من مين؟ من احد، واحد ده مين اللي شارك؟ احد، فده فاعل مرفوع، فالبدل مش منصوب، البدل هيبقى مرفوع، يبقى ده اسم منصوب على الايه؟ على الاستثناء. حيت المعلمه الطالبات غير المقصرات. تمام كده؟ غير قلنا غير فتحه حركات ظاهره، سوى حركات مقدره، يعني دي فتحه مقدره، دي شكرا غلط. طيب حيت فيها ده؟ لا، على طول كده دي هتتعرب ايه؟ مستثنى، لان الاسلوب عندي هنا ايه؟ تام مثبت. وقلنا دول حراميه بياخدوا اعراب اللي قبلهم، والمستثنى بياخدوا اعراب المستثنى، والمستثنى بيعرب مضاف اليه. لا يسعدني كثيرا غير ازدهار مصرنا الحبيبه. طيب لا ادي منفي. لا يسعدني كثيرا، ايوه مين اللي مش هيسعدك كثيرا؟ معرفش، مش فاهم، يعني ده ناقص، وناقص منفي يعرب حسب موقعه. طيب اسم منصوب على الاستثناء غلط، يبقى نعت فاعل مفعول به. طيب احنا اتفقنا اي فعل اخره نون وياء اللي بعده فاعل، اللي بعده ايه؟ فاعل، اللي بعده فاعل. يبقى مين اللي هيساعدني؟ ازدهار. يبقى دي فاعل، لان ازدهار هتبقى مضاف اليه، وده هياخد اعراب ازدهار. قال البحتري تحاول مني شيمة غير شيمتي وتطلب مني مذهبا غير مذهبي. بتراوده. هل هنا في أداة؟ مفيش أداة نفي، هنا مفيش نفي، فالأسلوب هنا إيه؟ تام مثبت. طالما تام مثبت يبقى مستثنى إيه؟ منصوب، أو اسم منصوب على الإيه؟ على الاستثناء. طيب قال قيس بن الملوح أأترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور. أدي سوى، أدي ليس، في نفي؟ في نفي. ليس هل ينفع بعدها ظرف؟ لا، يبقى ده خبر.
ايه اللي بينه وبينها؟ ليلة. ليلة واحدة، يعني ده اسم ليس. يبقى غير هنا ايه؟ اسم ليس، او سوى هنا اسم ايه؟ ليس. وقال ابو عثمان الحيري: غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. ها، وغير تقي يأمر الناس بالتقى. غير تقي، ها، هنعرفه ايه غير تقي يأمر الناس بالتقى؟ هل هنا ده استثناء؟ نركز كده، هل ده استثناء؟ بص يا شباب، حط كده فين المستثنى منه. حد هيقول لي محذوف. طب فين الجملة اللي قبليه أصلا عشان نقول محذوف؟ يلا، ده مش اسم منصوب، يبقى ده ايه؟ غيره، ها، تبقى ايه؟ مبتدأ. قال ابن نباتة: وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعمال غير حسان؟ بيقول: هل ينفع الفتيان حسن وجوههم؟ هل، ها، ينفع الفتيان، ها، إذا كانت الأعمال إيه؟ غير. طب تعالى ناخد بقى هنا كده، إذا كانت الأعمال غير حسان. الأعمال غير حسان هنا إيه؟ اسم منصوب على الاستثناء. ليه؟ لأن ده تم إيه؟ مثبت. قال الشاعر: فما لي شفيع عند حسنك غيره. ها، اتفقنا قلنا إيه؟ ما لي، ها، ما نفي، لي خبر مقدم شبه جملة، شفيع مبتدأ. ها، ماليش شفيع عند حسنك. غيره، يعني غير حسنك، يعني غير ايه؟ حسنك. يبقى هنا ايه؟ هتتعرب ايه؟ بدل. هو الاسلوب هنا ايه؟ احنا قلنا فيه نفي، يبقى تام منفي. تام المنفي يعرب ايه؟ يا مستثنى يا بدل. ها، مستثنى او بدل. يلا، يبقى انا عندي المبتدا غلط، النعت برافو عليكم غلط. ها، طب ما هو الاثنين هنا دول مرفوعين. ما لي شفيع، ها، غير حسنك. ها، اللي هو عايز يقول غيره حسنك، اللي هو غيره، يعني ما الحسن ده جزء من مين؟ من حسن. يبقى ليه بدل هنا ايه؟ مجرور، لانه متاخد من ايه؟ من حسن. املأ الفراغات التالية بما يناسبها من بين البدائل التي تليها. لم ينبت في واقعنا نقط الأمل غير الجد والعمل. لم ينبت، ها، مين اللي هينبت؟ بذور، صح كده؟ مين اللي هينبت؟ البذور، بذور الأمل. مين اللي هينبت في واقعنا بذور الأمل؟ غير، يعني دي مفعول ايه؟ به. خلاص كده؟ في واقعنا ينبت، ها، معلش دي مش المفعول، دي ايه؟ تعال نشوف الاسلوب. ادي لم، ادي منفي، خلاص كده، والفعل ينبت. مين اللي هينبت؟ ذوي الجد. ذوي الايه؟ الجد، يعني ده فاعل. ماذا ينبت؟ بذور، يعني ده مفعول ايه؟ به. خلاص كده؟ طب غير هتسرق الاعراب ده، يبقى انا عايز الكلمه دي منصوبه الاول. هل دي منصوب؟ لا. دي منصوب؟ دي منصوب، تمام. طب غير، قلنا اللي بعد غير وسوا بيعرب ايه؟ مضاف اليه، يعني انا محتاج كلمه زاويه دي مجروره. هل دي مجروره؟ لا. دلوقتي نخش على المستثنى بخلا وعدا وحاشا. احنا اتفقنا خلا وعدا وحاشا، ها، يا اما بتعمل حرف جر فاللي بعدها اسم مجرور، يا بتعمل فعل وتبقى اللي بعدها مفعول به. طيب ما خلا وما عدا على طول اللي بعدهم مفعول به. دايما كده، دي اسهل نقطه واسهل جزئيه في الايه؟ في الاستثناء. شفت خلا عدا حشا اللي بعدها يا اسم مجرور يا مفعول ايه؟ به. ما خلا وما عدا على طول مفعول ايه؟ به. اقدر المتحدثين بالفصحى ما خلا، انا عندي ما خلا، يبقى اللي بعدها على طول ايه؟ مفعول به، والمفعول منصوب. ذو مرفوعه، ذو مرفوعه. طب زي ولا زي؟ لا، زي دي مجروره، يبقى زي.
شارك الطلاب في الأنشطة الرياضية ما عدا، قلنا ما عدا، ما عدا اللي بعدها مفعول به منصوب. دي مجرورة، دي مرفوعة، دي مرفوعة، يبقى هي دي اللي مجرورة. أكرمت الضيوف ما خلا، قلنا اللي بعد ما خلا مفعول به. خلاص بقى احنا حفظنا ضيف مرفوعة، ضيف مجرورة، ضيفا مرفوعة عشان مثنى يبقى ضيفا. استفهم الطلاب عن الأنشطة ما عدا، أول ما أشوف ما عدا بعديها مفعول به. طب دي مرفوعة، دي مجرورة ولا منصوبة؟ دي تمشي ايه؟ منصوبة. ليه؟ لأن ده مثنى منصوب بالياء. دي مش اسماء ايه؟ 5. أقدر الناس خلا. عندي هنا خلا. خلا ليها كام إعراب كده؟ 2، يا اسم مجرور يا مفعول به. طيب يبقى مرفوع؟ لا. ناقد برضه مرفوعة. ناقدا ولا ناقدا؟ دول مثنى فده مرفوع. وحذفت النون للايه؟ للإضافة عشان نخلي بالنا منها، ما حدش يقول لي دي منصوبة في تنوين، لا، يبقى ناقدا. أقدر هؤلاء العلماء ما خلا. قلنا ما خلا بعدها مفعول به. دي مجرورة، دي مرفوعة، دي مرفوعة عشان مثنى يبقى متكبرهم. الطالبات اجتزنا الامتحان. حاشا. قلنا حاشا دايما زي ما خلا، ما احنا قلنا كده هنبقى ايه؟ خلا. عدا حاشا اللي بعدهم هيتعرب اسم مجرور او مفعول ايه؟ به. يبقى انا كده هدور على اسم منصوب او اسم مجرور. صاحبات، لا دي مرفوعه. صاحبتا، دول 2 مثنى فهنا مرفوع بالالف. صاحباتي ولا ذاته؟ طب ليه صاحباتي هنا؟ هتقول لي دي مجروره، اقول لك لا دي مش مجروره، ده منصوب بالكسره لان ده جمع ايه؟ مؤنث. ميز من بين البدائل التاليه الحاله نواجه الصعوبات ما عدا المستعصيه. قلنا ما عدا دايما اللي بعدها ايه؟ مفعول به. خلاص يبقى ده هنا نصب ايه؟ فقط. يسعى الناس لتحقيق امالهم. خلا. خلا المتكاسلين. انا عندي هنا 2، ما هو دول جمع مذكر، وجمع المذكر بينصب ويجر بالياء، يعني ممكن جر وممكن نصب. يبقى رفع وجر لا، جر بس لا، نصب بس لا. ينفع نصب وايه؟ وجر. اصطفت الفصول في ارض الملعب ما خلا. ما خلا هي حاجه واحده بس اللي بعديها، يعني نصب فقط، يعني مفعول ايه؟ به. ميز الاعراب الصحيح لما فوق الخط في مالي. اشاهد المسرحيات ما خلا السوقيه. ما خلا بعدها مفعول به. خلا الطريق من المره. نركز بقى، خلا هنا هل ده اسلوب استثناء اصلا؟ طيب فين اللي قبليه؟ فين الكلام اللي قبله عشان اقول عليه؟ خلا هنا بمعنى ايه؟ فرغ، فده فعل. الفعل نسأله بمن وماذا؟ مين اللي خلا؟ الطريق، يبقى ده فاعل. لا أقرأ الصحف خلا الهادفة، فقلنا الهادفة هنا خلا بعدها يا اسم مجرور يا إما مفعول به. طب أنا ما عنديش مفعول به، خلاص يبقى اسمي إيه؟ مجرور بحرف الجر، لأن خلا بتعمل عمل حرف الإيه؟ الجر. ميز المستثنى المعرب بعلامة أصلية. احنا اتفقنا العلامات أصلية وفرعية. الأصلية في الرفع، في النصب، في الجر. الأصلية في الرفع الضمة، في النصب الفتحة، في الجر الكسرة. طيب في الرفع إيه الفرعية؟ الألف، الواو. طب في النصب الياء والألف والكسرة لجمع المؤنث. يبقى في النصب الفتحة علامة أصلية. طب في الياء مثنى وجمع مذكر. الألف الأسماء ال5. الكسرة جمع الإيه؟ المؤنث. طب الكسرة في الجر في الفرعية الياء. فهو عايز المستثنى المعرب بعلامة أصلية. خلا، علماء، حاشا ذي، متكاسلين، مقالات. ما خلا مفعول به منصوب بالكسر. عدا المتكاسلين ياء، ادي فرعيه.
فرعية. ها، اسم مجرور بالياء فرعية، ما عنديش غير ايه؟ خلا علمائي او علماء. خلا ايه؟ علماء. هي دي العلامة ايه؟ اصلية، يبقى الف. ينهض ابناء المجتمع الطامحون بالوطن ويذله الكسالى. عبر عن معنى الجملة السابقة باسلوب استثناء مناسب من بين البدائل. ينهض ابناء المجتمع الطامحون بالوطن، يعني الطامحون من ابناء الوطن بينهضوا بالمجتمع، ها، بينما يذلوا الايه؟ الكسالى. طيب هو هنا يستخدم خلا. طيب ينهض الطامحون بالوطن، ينهض ابناء المجتمع بالوطن، لا يذل الوطن من ابناء المجتمع. لم ينهض بالوطن خلا الكسالى. ينهض الطامحون بالوطن خلا الكسالى؟ ينهض ابناء المجتمع بالوطن خلا الكسالى؟ طب خد بالك ان هو هنا ايه؟ ينهض ابناء المجتمع الطامحون، فاداهم الصفه، اداهم الايه؟ الصفه، هو هنا شالها. هنا حط ابناء المجتمع وشال الصفه. لا يذل الوطن من ابناء المجتمع خلا الطامحين؟ لا طبعا دي غلط اصلا. لم ينهض بالوطن خلا الكسالى؟ لا طبعا. يبقى هنا ينهض ابناء المجتمع بالوطن خلا الايه؟ الكسالى. كافأ المعلم تلاميذه ولم يكافأ واحدا. كافأ المعلم تلاميذه ولم يكافأ واحد، يعني كل التلاميذ اتكافئوا ما عدا واحد. ها، عايز الصورة غير الصحيحة. عايز الصورة الصحيحة. الصورة غير الصحيحة. نقرأ كويس يا شباب الايه؟ السؤال. كافأ المعلم تلاميذه خلا واحد، لا دي تمام. كافأ المعلم تلاميذه ما خلا واحدا، دي تمام عشان دي مفعول به. ها، عدا واحدا مفعول به. حشى واحد، لا هي دي اللي ايه؟ اللي غلط. هي دي اللي ايه؟ اللي غلط. وبكده نكون خلصنا التدريبات بتاعت الجزء الاولاني بتاع درس الاستثناء، وان شاء الله هيبقى تدريبات الوحده هنلاقيها في فيديو بعد كده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.